كان الاتحاد الإفريقي قد وضع قائمة أولية جاء فيها 5 لاعبين عرب. عن حظوظهم مع بقية اللاعبين الأفارقة نتابع تقرير محمود علق. المميز وصاحب الحذاء الذهبي إفريقيا، لقب يحلم به كل لاعب إفريقي، والمنافسة على أشدها في الوقت الحالي بعد أن أزاح الاتحاد الإفريقي الستار عن قائمة تضم 25 لاعبا هم الأفضل في القارة السمراء. أسماء من العيار الثقيل تحترف في أقوى البطولات العالمية، ومن بين القائمة تظهر 5 أسماء عربية ممثلة في المغرب المهدي بن عطية الذي يعد أغلى مدافع عربي بعد انتقاله لروما الإيطالي بصفقة فاقت 17 مليون يورو. المصريان أبو تريكة ومحمد صلاح مع أفضلية للأول للمرور بعيدا بعد أن ساهم في تتويج الأهلي المصري بلقبه السابع إفريقيا. أما الجزائريان سفيان فيغولي لاعب فالنسيا الإسباني وإسلام سليماني لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي فلهما حظوظ متكافئة بمساهمة كل منهما بتأهل محارب الصحراء للمونديال، ويملك سليماني نقطة إضافية بتواجده على رأس قائمة هدافي تصفية المونديال. القائمة الإفريقية الموسعة شملت 5 لاعبين من نيجيريا باعتبارها بطلة إفريقيا، أبرزهم محترف تشيلسي أوبي ميكال، بينما تملك ساحل العاج 3 لاعبين لهم حظوظهم الكاملة للتتويج، على رأسهم المتوج بآخر نسختين لاعب المانسيتي يايا توري إضافة لدروغبا. ولأول مرة منذ سنوات طويلة سيكون الكاميروني سامويل إيتو خارج القائمة في مقابل حضور أحسن لاعب في بطولة إفريقيا الأخيرة البوركيني بترويبا، إضافة إلى نيمار الإفريقي الجابوني أوباميونغ لاعب دورتموند. المنافسة في الأسابيع القادمة ستكون على أشدها، والأكيد أنه بتقلص القائمة سيبقى الأفضل والأحق على حسب رؤية الأفارقة الذين أثبتوا أنهم جواهر ثمينة تزين الملاعب الأوروبية والعالمية وتصنع أجمل لوحات الإبداع.